بس خلي بالك عشان محدش هيقولك الكلمتين دول. بص يا سيدي، الناس ما بتتعاملش مع البنوك من فراغ. خلينا متفقين ان نظام مصرفي قوي قادر على الوفاء بالتزاماته بيشجع المتعاملين مع البنوك انه يبقى وسيط بينهم في المعاملات التجارية. عارف كده لما تروح لعم سعيد في توة الحارة وتقوله: الشنطة دي يا كبير أمانة معاك، هيعدي عليك الواد سيد ياخدها منك التلات الجاي الساعة 6 بالليل، بس لو جالك قبل كده ولا تعبره ولا تكلمني. انت رحت له عشان هو قد كلمته، عارف ومتأكد انه حتى لو اتصرف في الفلوس اللي في الشنطة هيجي يوم التلات الصبح يرجع الفلوس في الشنطة ويرش قدام الناصية ويستنى الواد سيد. بس ساعات كتير ما بتبقاش المشكلة في الفتوة ولا في الواد سيد. يوم السبت بالليل بعت اخوك الصغير وقلت له عدى على عم سعيد وقول له اديني الفلوس اللي في الشنطة. يمد عم سعيد ايده ويفتح الشنطة ويدي اخوك الفلوس. الواد سيد ما كدبش خبر، صحي بدري يوم التلات زي ما اتفقته وخد معاه شنطة فاضية وراح لعم سعيد. بس اتفاجئ ان الامانة مش موجودة. ففكرة ان حد يكتب لك شيك مش ضمانة انك تاخد فلوسك. الشيك في حد ذاته هو وعد برد قيمة البضاعة او الخدمة اللي قدمتها لي. امتى؟ دي حاجة بقى نتفق انا وانت عليها. بكرة بعده هنتفق وهنكتبه على الشيك. بس خلي بالك عشان محدش هيقولك الكلمتين دول. ان شاء الله حتى تكتب ان تاريخ الشيك بعد سنة. ادام ما سطرتوش يا حلو ممكن امشي من عندك واطلع على البنك عادي خالص، وسطره يعني اجي في اي حتة فاضية فوق واديله خطين. خلي بالك كمان ان لو قفلت الشيك يعني شطبت على كلمة لأمر وخدت مني الشيك واديته لاخوك التوأم، لو اتنططت قدام موظف البنك مش هيصرفهوله. وممكن ارخم عليك واكتب لك عليه يصرف للمستفيد الاول، يعني انت بس اللي تصرفه. ما ينفعش يبقى حد ليه عندك فلوس تديله الشيك اللي انا كتبته لك وتبقوا خالصين. الشيك ده ممكن اصرفه او اودعه في حساب. طب امتى ما اقدرش اصرف الشيك نقدا؟ لو سطرته لك هتحطه في الحساب، لو مكتوب باسم شركة هتحطه في الحساب، يا اما بقى صاحب الشركة يروح يصرفه بنفسه، بس شرط يكون اسمه في السجل التجاري. خلي بالك كمان ان قبل الفيديو ده في فيديوهات تانية ممكن تتفرج عليها، وفي فيديوهات تانية استنى عشان لسه هنحطها.